التراميسو الحلو السهل الممتنع، عملته بطريقة جديدة ومتأكدة هتعجبكم ومتأكدة هترضي كل الأذواق. أول حاجة في وصفتنا النهاردة 3 كوبايات من اللبن أو الحليب، هضيف عليهم 4 معالق من السكر، ممكن نزود لو حابين، وطبعا هندوق عشان نظبط السكر اللي بنحبه. بعد كده هضيف عليها 3 معالق من النشا، 3 معالق طعام مليانين. وكمان هنضيف عليها، ودي اختيارية ممكن من غيرها خالص، 3 من صفار البيضة، بس أنا بحبها بتديها قيمة غذائية عالية وبتديها طعم أحلى بكتير. وطبعا زي نستغنى عنهم لو حابين. بعد كده هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس الأول على البارد، وهنرفعه على النار. هسيبه على النار لحد ما يتقل ويوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده القوام اللي انتوا شايفينه، وكل ما بيقعد كل ما بيتقل. بعد كده هضيف عليها الفانيليا، وطبعا الفانيليا مهمة جدا لاننا ضفنا بيض، او حتى لما ضفناش بيض بتبقى مهمة جدا. هنقلبها تقليبة حلوة، وبعد كده هضيف عليها قطعة من الزبدة من 15 ل 20 جرام تقريبا، وهبدأ اقلب الزبدة لحد ما تدوب تماما. وبعد كده هنضيف باقي الاضافات. انا بحب اضيف عليها جبنة ماسكربوني، لو مش متوفرة ممكن نضيف جبنة كريمي، اي جبنة كريمي متوفرة عندنا. وكمان ممكن جبنة كيري اللي هي الكريمي. هضيف الجبنة الماسكربوني كلها، هضيف حوالي 500 جرام من الجبنة الماسكربوني. بعد كده بعد ما ضفت الجبنة كلها هبدأ اقلبها. في الاول هتحسوا ان هي تقيلة شوية وهي بتتقلب، بس بعد كده هتدوب عادي جدا. هقلبها كويس قوي لحد ما تدوب تماما. وطبعا الخليط بتاعنا لسه ما بردش، هنقلبها لحد ما توصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الخليط بتاعنا بيبقى لسه سخن ما بردش. بعد كده محضرة بولة هضيف فيها كل الخليط بتاعنا ده، وهغطيها بنايلون عشان ما تعملش طبقة ناشفة من فوق، وهسيبها تبرد تماما. وهنا معايا 2 ظرف من الكريم شانتيه اي نوع بتحبوه، هضيف عليهم 2 كوبايات من اللبن حسب طبعا التعليمات اللي مكتوبة على الكريم شانتيه نفسه. هضربهم كويس جدا جدا، مهم قوي اللبن يبقى ساقع ساقع قوي، واوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاخد الكريم شانتيه واحطه على الكريمة اللي احنا عملناها بعد طبعا ما تبرد، وهقلبه بطريقة الفولدنج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلبه بالشكل ده، هضيف الكمية بالتدريج وهقلبها لحد ما اوصل لاخر الكمية اللي انا بحطها. هحط طبعا الكمية بالتدريج زي ما قلت لكم، وهبدأ اقلبها كلها لحد ما نوصل للقوام ده اللي انتوا شايفينه. هو بعد كده هيتقل ما تقلقوش. هنا محضرة الصينية، وطبعا محضرة القهوة، استخدموا القهوة اللي بتحبوها، وكمان ممكن نسكافيه لو حابين. وانا النهاردة هستخدم بسكوت التراميسو لان ده احلى طعم ليها. لو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا اي بسكوت تاني تفضلوه او متوفر. هبدأ احط البسكوت في القهوة، ومهم جدا القهوة تكون بردت، وبلاش نسيب البسكوت فترة طويلة في القهوة عشان ما يدوبش مننا تماما. هنبدأ نعمل الطبقة الاولى كلها، وبعد ما نعمل الطبقة الاولى هنبدأ نضيف نص كمية الكريمة بتاعتنا. طبعا الصينية بتاعتي انا كبيرة فهعملها طبقتين بس، ممكن نستخدم صينية اصغر شوية ونعملها 3 طبقات طبعا زي ما تحبوا. ممكن نعمل نص الكمية كلها زي برضو ما تحبوا. بعد ما خلصت اول طبقة هضيف نص كمية الكريمة اللي احنا عملناها، وهوزعها كويس قوي وافردها بالسباتيولا بالشكل ده. بعد كده هضيف الطبقة اللي بعدها. بعد ما هرص كل الطبقة، طبعا زي ما قلت لكم قهوة باردة ومش بتاخد وقت طويل البسكوت فيها. هرص التاني طبقة وهضيف باقي الكمية بتاعت الكريمة بتاعتي، وبعد كده هدخلها التلاجة انا بحب ادخلها من بالليل للصبح، وممكن قبلها على الاقل ب5-6 ساعات عشان تدينا نتيجة حلوة. وبعد ما تخرج هرش عليها الكاكاو، ممكن نستخدم المحلى او الكاكاو الخام زي ما تحبوا. هرش عليها رشة الكاكاو، وبعد كده تتقطع وتتقدم. احلى واسهل واطعم تراميسو هتجربوها، ومتأكدة هتعجبكم، وفيها بدائل كتيرة جدا ومسهلة عليكم كل الوصفة. جربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة، وكمان شير الوصفة لو عجبتكم.